السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ اول فيديوهاتنا في قناتي الجديدة بذكر الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديوهات في كل مكان عشان نوصل لأكبر عدد من اللايكات والاشتراكات، عشان عيلتي الكبيرة وقناتي تكبر بيكم. ونبدأ الفيديو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. دي فرخة هنقطعها ل4 قطع. الصدر على قطعتين والورك على قطعتين، وهنضفها تنظيفة كويسة بالملح والليمون. الفرخة دي يا بنات حوالي 2 كيلو. الأسعار الفراخ قولولي عندكم أخبارها ايه. انا مشتريه الفرخه دي حوالي 2 كيلو ب100 جنيه. الاسعار بقت نار. الكيلو النهارده الفراخ عندنا احنا هنا في اكتوبر الكيلو ب45 جنيه. ربنا يرحمنا يعني من غلو الاسعار ده. وبعد ما غسلنا الفراخ يا حبايبي بالملح والليمون ونقعناهم فيها حوالي نص ساعه كده، هنجيب ميه مغليه وهننزل الاول بالصدر لان هو اللي بياخد سوا اكتر، ونخلي الوراك من فوق. بعد ما حطينا الفراخ كده هنسيبها لحد ما تغلي وتطلع الريمه بتاعتها، ونشوف هنعمل فيها ايه. سيبنا الفراخ على النار اهي هتغلي لحد ما تغلي عشان نطلع الريمه بتاعتها، ونشوف هنعمل ايه. هنعمل التسبيكه بتاعت احنا هنعمل سبانخ النهارده بطريقه امي، فهنشوف. اول حاجه هنعمل التسبيكه بتاعت السبانخ. هنضرب الطماطم في الخلاط عادي جدا. هنعمل السبانخ بالطريقة التقليدية العادية اللي هي طريقة أمي أنا، بس هي السبانخ بتختلف، كل واحد بيعملها بطريقته يعني. في اللي بيحط لها رز، وفي اللي بيعملها بالشعرية، وفي اللي بيعملها باللسان عصفور، وفي اللي بيعملها بالفريك. احنا هنشوف بقى هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة هنجيب بصلتين كده متوسطين ونقطعهم صغير، الطريقة العادية يعني تقطيع الصغير العادي. ولو عندك كبة اضربيهم في الكبة. انا كانت عندي كبة يدوية بس للأسف اتكسرت، ان شاء الله هجيب واحدة جديدة. اللي عندها كبة تضربهم في الكبة بس ضرب مش ناعم قوي يعني. حطوا لايك بقى واشتركوا في القناة وشاروا الفيديوهات في كل مكان عشان عيلتي تكبر بيكم وقناتي تكبر. لسه القناة جديدة، انا عاملاها جديد. وصلوها لأكبر عدد من اللايكات والاشتراكات يا جماعة، لان انا فاتحة القناة دي والله مصدر رزق ليا ولولادي. ندعم بعض يا جماعة ونشترك في قنوات بعض. يعني احنا مش هناخد اللايك، مش هياخد منك دقيقة او ثانية، فنساعد بعض عشان الدنيا غليت والأسعار غليت والشغل واقف فما فيش شغل. فأنا والله فاتحة مصدر رزق، فياريت تدعموني وتشتركوا في قناتي وتشجعوني عشان أعمل فيديوهات كتير. ممكن كلامي يكون مش مرتب ومتوترة لأن دي أول مرة أنزل فيديو على اليوتيوب، فياريت يا جماعة تشجعوني وتدعموني عشان قناتي تكبر وتوصل لأكبر عدد من اللايكات. بعد كده ما الشوربة غلت، طلعنا الريمة بتاعتها وهنحط لها البهارات بتاعتها. كل واحد وليه يعني بيحب طعم البهارات، بهارات معينة يعني في الشوربة. انا بستكفى بس بالبصل والطماطم والفلفل الاسود وحبهان وشوية الملح بس على كده. في ناس بقى بتحب ورق اللورة وكبيبة صيني ومستكة.
فكل واحد يحط يعني النكهة اللي هو بيحبها في طعم الشوربة بتاعته. نيجي بقى نعمل التسبيكة بتاعت السبانخ. اول حاجة هنجيب حلة على النار، نحطها على النار ونحط فيها معلقة زيت سمنة. انا بستخدم السمنة، في ناس بتحب الاكل بيبقى خفيف بالزيت، على حسب ما انت بتستخدمي براحتك يعني، بس دي الطريقة اللي انا اتعلمتها يعني من امي. زي ما انتم شايفين كده، اول ما تسخن السمنة هننزل عليها بالبصل اللي قطعناه، اللي هما البصلتين المتوسطين، وهنستنى البصل بقى، هنقعد نقلب فيه لحد ما ياخد اللون اللي هو الاصفر او الذهبي، اللي هو اللون حلو مش محروق يعني. في ناس بتعملها برضو ني في ني، ان هي يدوب اول ما البصلة بس تدبل تنزل عليها بالطماطم. كل واحد وليه طريقته، انا بقول لكم الطريقة اللي انا بعمل بيها يعني. وبعتذركم برضو تاني اذا كان التصوير برضو مش واضح كويس، بس معلش ادعموني وشجعوني عشان استمر، انه زي ما قلت لكم انا فاتحاها باب رزق ليا واولاد ليا انا واولادي يعني. فان شاء الله مرة في مرة الفيديو هيتظبط والتصوير هيبقى احلى. الفراخ زي ما شفنا هي لسه شغالة على النار، انا موطية عليها النار جدا عشان اخد منها الشوربة طعمها جميل ودسمة وحلوة. بعد ما البصل اخد اللون اللي انتوا شفتوه كده، اللون الذهبي الحلو ده، ننزل عليها بشفشق الطماطم ونسيبها لحد ما تتسبك وتنطر الايدام بتاعتها. بعدين هنشوف هنعمل فيها ايه. وبعد ما سيبنا الطماطم تتسبك مع نفسها، هنغسل السبانخ ونقطعها، ونشوف هنقطعها ازاي. برضو كل واحد ليه طريقة تقطيع. في ناس بتخرطها بالمخرطة بتاعت الملوخية، وفي ناس بالسكينة، وفي ناس بتخليها ناعمة جدا، وفي ناس بتخليها طويلة، وفي ناس بتخليها وسط. انا بحب الوسط عشان مش بحبها مثلا وانت اول ما تيجي تاكل تطلع لك كده في اللقمة او يعني بمنظرها مش بيبقى لطيف يعني. فكل واحد زي ما قلت لكم وليه طريقة. هنغسل السبانخ ونرجع مع بعض نشوف ازاي هنقطعها، يعني طريقة التقطيع اللي انا بقطعها العادية يعني. انا هغسل مع السبانخ كزبرة، في ناس بتحط لها بقدونس، وفي ناس بتحط لها شبت، زي ما قلت لكم كل واحد وليه طريقته. انا بحبها بالكزبرة، مش بالشبت او البقدونس. جربوها بطريقتي هتعجبكم جدا وطعمها جميل والله، كانت تحفة. جربوها مش هتندموا يعني. اهو بعد كده ما خلصنا غسيل السبانخ هنشوف هنقطعها ازاي. انا بقطعها عادي بالسكينة عادي جدا، بس بعد ما اقطعها بالسكينة بجيب يعني بمشي عليها السكينة تاني، عشان يعني الورقة بتاعتها بدل ما تبقى طويلة تبقى وسط. ومعلش يا حبايبي اذا كان الفيديو طول عليكم، بس انا حبيت يعني اصور لكم كل خطوة بالتفصيل، علشان اللي بتتعلم او اللي عايزة تعرف الطريقة بالتفصيل تعرفها بالطريقة الصحيحة. واهو زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم انا بعد ما اقطعها بالسكينة عادي صغير، بجيب السكينة وامشي عليها تاني عشان تتقطع ما تبقاش طويلة قوي كده، زي ما انتم شايفين كده في الفيديو بالظبط. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، حطوا اللايك الجميل بتاعكم، ويا ريت تدعموني كتير 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 عشان القناة لسه جديدة، ويا ريت تشتركوا في القناة عشان القناة تكبر وتبقى برضو فتحة خير ليا ولأولادي زي ما قلت لكم.
والله يا حبيبي زي ما انتوا عارفين ان الشغل ما فيش شغل خالص، وانا دورت كتير على شغل، بس انا ليا ظروف برضو معينة. انا معايا واولادي، يعني صعب ان انا انزل بيهم. انا معايا ابني 4 سنين فبوديه حضانة، ومعايا ابني كان لسه 6 شهور، فنزلت ادور على شغل كله رافض طبعا. بحجة ان يعني ما ينفعش ان انا اسيب مثلا ابني كل شوية، اسيب الشغل وكل شوية اروح ارضع ابني وكده يعني. فده اللي خلاني فكرت في القناة، يعني ان انا اشتغل من البيت، وعلى وعسى ان شاء الله يكون الخير يعني على ايديكم، وتدعموني وتشتركوا في القناة، ويكون لكم فضل عليا بعد ربنا ان شاء الله. وبعد ما خلصنا تقطيع السبانخ اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، والتسبيكة بتاعت السبانخ كانت الصلصة يعني اتسبكت، هننزل عليها بالسبانخ وهنسيبها على نار هادية، هي هتنزل ميتها لحد ما تستوي، ونشوف هنعمل فيها ايه الخطوة الجاية يعني. انا هسيبها شغالة على النار، على نار هادية. وهنا يا حبايبي ومتابعيني الفراخ كانت استوت. انا دايما لما بعمل فرخة كاملة بطلع الورك الاول، لان هو بيستوي بسرعة، يعني اسرع من قبل الصدور. فانا بطلع الوراك وبستنى حوالي 10 دقايق، وبعدين بطلع الصدر. وبعد ما اطلع دايما بعد ما اطلع اللحمه، سواء لحمه او فراخ، يعني دي طريقه دي امي بتعملها، ان هي بترش، تجيب شويه ملح وبترش على اللحمه عشان تبقى ايه يعني الحياء بتاعها يبقى مظبوط. انا ايوه احط لها ليمون، بس برضو الحياء مظبوط. هنا بعد ما السبانخ غلت شويه كده ودخلت على السوا، نجيب نص فص توم كده، نص معلقه صغيره يعني توم، وننزل بيها ونسيبها، ونسيب يعني التوم حوالي 5 دقايق. وبعدين هنجيب، انا بعملها زي ما قلت لكم بالرز، فهحط حوالي معلقتين رز، ما تكتريش الرز فيها عشان يعني تبقى طعمها حلو. كل ما تقللي الرز كل ما هتلاقي طعمها حلو. يعني انا اهو حطيت حوالي معلقتين صغيرين كده رز. ومن اول ما تحطي الرز بقى ايدك فيها، لان الرز هيخليها تشيط من تحت وتلزق في الحله، ويبقى يعني تبقى ريحتها مش لطيفه. ازاي بقى نعرف السبانخ استوت؟ لونها بيتغير. يعني بصوا هي كانت خضرة، ولما استوت شويه يعني لونها اتغير بقى زي ما انتم شايفين كده. بعد ما نحط الرز هنحط لها كبشتين شوربه، ونسيبها برضو تستوي. اول ما الرز نشوف ان الرز باقي استوى كده، السبانخ استوت، وبالهنا والشفا. دي الطريقة اللي انا بعملها دايما وبستخدمها دايما. واخر حاجة هنعملها للسبانخ الطشة بتاعتها. هنجيب فص ثوم ونحمره في معلقة سمنة وننزل بيها. هنشوف دلوقتي برضو مع بعض، وهنشوف برضو القوام بتاع السبانخ ازاي. بعد ما ظبطناها وحطينا لها الشوربة، نركنها بقى على عين هادية. وبعدين هنيجي نعمل الرز على ما هي تستوي. اول ما الرز بتاع السبانخ يستوي هنعمل الطشة بتاعتها. هنا نبقى هنعمل لنا شوية رز جنب السبانخ، الرز التقليدي العادي، الرز بشعرية يعني. الرز زي ما قلت لكم يا حبايبي بالطريقة التقليدية، هنحط شوية شعرية
حبة شعرية صغيرين، يعني انا مش هكتر رز لان احنا عيلتنا صغيرة زي ما قلت لكم. انا لسه ابني صغير وابني التاني وجوزي بس كده، فمش هكتر رز يعني. وزي ما انتوا عارفين الدنيا غليت، فمش هكتر الحاجة وارميها يعني محدش هياكلها. انا اعمل يوم بيوم بس ما يترميش، فاهمين؟ وبعد ما الرز يتحمر زي ما انتوا شايفين كده، هنعمله بالشوربة، هننزل عليه بالشوربة ونسيبه يستوي. نظبط المية الشوربة بتاعته بقى والملح، ونسيبه على نار هادية يتشرب ويشرب ميته. في ناس برضو بتحب الرز بالمية، في ناس بتحبه بالشوربة. انا بحبه بالاتنين، بعمله مرة كده ومرة كده. وهو ده كده شكل الرز بعد ما استوى. جميل ومفلفل ومفرفر وبيلمع وجميل. وده كده شكل السبانخ اهي بعد ما استوت خلاص. على كده الرز بتاعها استوى. هنعمل بقى الطشة بتاعتها، اللي هي زي ما قلت لكم توم، فص توم يعني مش كبير صغير، لان انا برضو مش عامله كميه كبيره يعني. انا عملت حزمه سبانخ واحده برضو زي ما قلت لكم، لان احنا مش كتير لسه عيله صغيره يعني، فمش بكتر يعني. اهو وحمرنا التومه خليناها تاخد لون مصفر كده، ونزلنا عليها بالسبانخ. وده شكل كده السبانخ وقوام السبانخ، وبالهنا والشفا. نيجي اخر حاجه بقى نحمر الفراخ. وطبعا الطاسه دي موجوده في كل بيت. حمرنا الفراخ. وبعد ما نحمر الفراخ هنشوف كده شكل السفرة بتاعتنا. السفرة سهلة وبسيطة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتدعموني عشان القناة تكبر بيكم. واشوفكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.